وسلام الله عليكم. فين ما كنحرص نوجد الغداء او العشاء، هذه هي الوصفه المعتمده عندي لسهولتها ولذاتها. الدجاج مفور او مبخر مع الرز والخضره، ضروري تجربوها، غتولي ان شاء الله معتمده عندكم. وهادو هما المكونات ديالنا اللي كنحتاجوها وكنخليوها على جنب. وعلى بركه الله وبسم الله تنحتاجو اول حاجه قزبور ومعدنوس بكميه محترمه، يعني كما تلاحظوا هنا في الصوره كناخذوا 4 فصوص ديال الثوم، وحامض مصير، حامض مصير مربعات، وزائد اللب ديالو. كناخذوا واحد الاناء كنديروها الشرموله كلها. من بعد كنحتاجوا العطريه اللي تلاحظوا في الصوره، عندنا هنا خرقوم، كمون، سكينجبير، ابزار، فلفل احمر، دويمه ديال الزعفران، والحار حسب الذوق، والملح كذلك حسب الذوق وحسب الدجاج والرز اللي كنحتاجو. هنا تنضيفوا ربع ديال كاس ديال الماء. هنا عندي صوص الصوجا اللي تعطينا واحد المذاق متميز، اللي هو غادي هكا المذاق ديال الشواء. من بعد كنخلطوا العطريه ديالنا جيدا كما تلاحظوا في الصوره، يعني واضحه الطريقه. ان شاء الله تولي عندكم معتمده، جربوها بخطوه بخطوه. واللي وصل لهنايا كنتمنى اشتراك القناه ديالي والدعم ديالكم باش يوصلكم كل جديد في الوصفات السهله والاقتصاديه. وشكرا لكم على الدعم ديالكم. هنا تناخذوا الدجاج ديالنا، القطع ديال الدجاج ديالنا اللي تكون عندنا مغسوله وملحه كما العاده، وكما تدير اي امراه مغربيه. تنشرملوا القطع ديال الدجاج ديالنا مزيان، ومن الاحسن تبات، يعني على حسب، يعني الا كان عندكم الوقت من الاحسن تبيتوها مشرمله. وقطع الدجاج حسب الافراد ديال العائله، تقدري تستعملي دجاجه صاينه كما تقدري تستعملي قطع. هنايا تنديروا الدجاجه ديالنا على جانب، كنزيدوا على الشرموله ديالنا زيت الزيتون. هنايا عندنا الرز مسلوق مع شويه، مع قبصه ديال الملح، الرز كلاصي ديال التفوار. هنا تنحتاجوا الزيتون، وعندي هنا الخضره اللي متوفره عندكم في الثلاجه ديالكم. تقدروا تزيدوا قريعه خضراء، لوبيا خضراء او لاريكو. هنايا انا احتاجيت خيزو، البطاطا، فلفله خضراء كما تقدروا ديروها الوان، ومع القليل ديال الزيتون. وتنشرمل الكل بديك الشرموله اللي بقات لنا في الاناء. وهنايا واحد المزيود ديال الحار حسب الذوق. من بعد ما شرملت هنا الرز ديالي، اول حاجه تناخذوا واحد الكسكاس، تنوضعوا قطع ديال الدجاج ديالنا هي الاول، وتنضيفوا عليها الرز كامل كما كتلاحظوا في الطريقه كما كتلاحظوا الان. من قبل رانا تنديروا البرمه ديالنا يعني فيها الماء باش حتى كيطبخ، عاد كنديروا عليها الكسكاس كما تلاحظوا، كما الطريقه المعتمده كلشي تعرفها. هنايا تنوريكم البريمه ديالي صافي. هنايا وجد ما شاء الله، يعني تيذوب ذوبان، راه ما شاء الله كيجي غزال. هذه هي الوصفه اللي في فكاكه الوحايل. فيما ما تلقى ما ندير كنرجع لهاد الوصفه ولذيذه. الاهم هادشي راه لذيذه ورائعه كتجي. هذه هو الطبق النهائي ديالنا. انتم كتلاحظوا الدجاج دايب، يعني على عافيه مهيله. كتخليو الرز ديالكم حتى كيطيب على خاطرو وعلى اتساع باش تحصلوا على نتيجه زوينه، وغادي تولي ان شاء الله عندكم معتمده. واللي وصل معايا هنايا كنتمنى يدير لي اشتراك القناه ديالي والدعم ديالكم، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا على الدعم ديالكم مره اخرى. والقناه تستحق الزياره، راه فيها وصفات جد 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 رائعه من وصفاتنا التقليديه. ومرحبا بكم كاملين.